افتكر زمان، وانا بتكلم زمان لان انا واحد عنده 34 سنة، ان انا كنت يعني اخدت اجازة من المدرسة علشان انزل اتفرج على الاهلي في كاس العالم للاندية، علشان يلعب باتشوكا على حلم ان هو يقابل كريستيانو رونالدو في كاس العالم للاندية، وان ابو تريكة يقابل كريستيانو رونالدو، ويبقى يعني في تحدي بينهم وبين بعض. وافتخر بان انا كوني مشجع للنادي الاهلي والكلام ده كله. فجأة لقينا ان في ماتش المفروض ان احنا نلعبه ونكسبه. الماتش ده اللي كان ما بين الاهلي وباتشوكا. الماتش ده كان الاهلي كان متقدم اوريدي، يعني كان متقدم 2-0. ولا مش بس كده، ده انا فاكر التفاصيل كمان، ان كان في هدف ثالث احرزه محمد بركات وما وما تسجلش، او ما يعني وما اتحسبش علشان خاطر بداية تسلل. بغض النظر ان هي يعني كان فيها شك شويه ان هي تسلل، بس ما كانش فيه وقتها فار. الكلام اللي انا بحكيه لك ده مش ده الملفت للنظر. الملفت للنظر ان احنا او النادي الاهلي كان متقدم بنتيجه 2-0، وفجاه بقى في تعادل 2-2، ووصل الموضوع لاكسترا تايم، وباتشوكا كسب 4-2. سيبك بقى من كل ده، خلينا نتكلم في الجول التاني بتاع باتشوكا، اللي لو ما كانش جه كان ممكن الاهلي يصعد في كاس العالم للانديه، وكان ممكن يقابل في مرحله متقدمه فريق تاني قبل ما يقابل مانشستر يونايتد، ده على اعتبار ان هو ممكن يكسب الماتش اللي بعده. حارس المرمى اللي كان موجود في النادي الاهلي وقف حيطه وراح وقف وراها. طبعا لاعب باتشوكا اللي كان بيسدد الكوره ما سماش، وراح شايط الكوره في الزاويه المفتوحه علشان تبقى الهدف الثاني لنادي باتشوكا، علشان يبقى الموضوع تعادل ويوصل الموضوع لاكسترا تايم. وبعد كده بنلاقي ان الاهلي خسر بنتيجه 4-2. وال 4-2 دول يعني احنا بنتكلم في اغبى غلطه. واغبى غلطه ليه؟ لان احنا بنتكلم في حاجه ليها علاقه بالف ب كوره. والكلام بقى اللي ينقط بشكل عام هو مش ان النادي الاهلي خسر الماتش ده، لا. بعد 18 سنة حارس المرمى ده بقى هو رسميا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، حتى لو بشكل مؤقت. السؤال هنا بقى، انتوا بناء على ايه بتحددوا اللعيبة او الجهاز الفني للنادي الاهلي؟